أيوة أبا. كيف أنت؟ كيف أخبارك؟ الله يطول في عمرك ويحفظك ويستر عليك. والله خلى على الله النقدي للرقبة نشين جديد والكفيل يشتي قال نقول الكفالة وحال بدعلنا بدعلنا وسبر العذري خلاص ويدعلك من داخل قلبه. الله ما ضرت تخرج كلمة، أبي يخرج كلمة وهو داري يعني ما هو طيب بنفسه. والله لو صاحب يتصلك ولد حالي من البلاد اقسم بالله العظيم لا تحول، لا يتسلف وتدينه. صاحبي ولا جوال بعض الناس يشتري جوال 3 كاميرات ويدفع شهريا 300-400 تقسيط يعني يتصور به ايفون. وهذا ابوك لي والله ما نام الليل وعادك جاهل، ورب المصحف ان ما نام وانه قد اهتن ليل الله معنا نهار. وحرام يا بعض الاباء انك تلخ شقابين عند الناس على 6 قرود كع رجال. يمكن ما اقدر يشوف على اي حاجه لك، ما اقدرش لا دلومش وإن مع شيء كل ما عاد معاد ورث أنت. لا تبخلش على أبوك يا أخي أبوك هذا أبوك من عد لا ما اديت له يعني الناس مخزنه ويقول ما لك يضرني بين السر وما بيسمعه حق القى يدمن جايب ما بيشفي 100 ريال يماني. والله يا أخو إنه عيب، والله إنه حرام يا أخي. لا ما اديت له أبوك من عيد له يا أخي. شنب ربا ذاك رجال والله العظيم ما ندي لهم أي حاجة، ما نستر نجازيهم بأي حاجة، لا نرجعش نتحسس بأي حاجة. أبي مدالي أبي كان يضربني أبي يا أخي أبوك أنت عاد تواجه الحياة تبصر الجهل كيف يفعلوا بك الجهالة، كيف عاد حن عليهم عاد وقد يجرح قلبه من حنك عليهم. أخو بالعقلو عقلو تقرروا لهم قرشين. الإمام يقدر يحول ما يرضي يحولهم يا أخي حول له. هذا أبوك يا أخي دين فعل ما فعل تري يا أخي. يا أخي تلو تفتح أبواب السماء يقدر يدعى لك من داخل قلب ما يقوم ونص الليل يدعى والله يرجع يقول يا الله رزقني، ما يقول يا الله اقضي حاجة ابني الذي ميت لي. يا أخي والله العظيم مصيبة. آباء كم من أب إنه يتمنى الريال وجهال مغتربين يا أخي. أي والله حرام يا أخي شيء يبصع معه. والله العظيم ما سويت في سوافيك أنا بعد ما يمت تمشي في الجنازة تبكي علي يا أبا الفاتحة رولا أجعد ينفع وقد مات رجعت بك ولك ساعة 3 الله يرحمك يا أبا. والله لا يقع فيك ما يقع فيهم. ذلحين يا أخو ذلحين ولي قد مات أبوه كان عاصي يفعل الله أن يتخير صدقة جارة في طريق ولا يجي والله ما يوقع فيه وما يقع فيه. سروا الغلبة اللي من غلب في الغربة حرام لا يعلم بحان الله. بسروا ما يقع بنا. حسوا كل واحد يحس بابوه يا أخو. حس دفته ودم قلبهم. بسروا ما يقع بنا من ظنك في الغرب وكفوا قعبهم يا أخو من أجلنا. نقرر لهم نقع رجال يا أخو نتحمل المر ندلهم يا أخو قبل ما يفوت الأوان ورجع نندم.